ما تستناش من الاناني يبقى سند، من البني ادم اللي بيحب نفسه ويداس على الناس كلها انه في يوم من الايام يقف جنبك. ما تستناش، ما تتعشمش بالزياده في بني ادم ما بيحبش غير نفسه. ما تستناش ان بني ادم يعمل لك حاجه وهو اصلا بيستمتع اما انت يحصل لك حاجه وحشه. فيا ابني انا عايزك انصح لكل الناس اللي حواليك، ما تديش غير اللي يستاهل، وما ترميش نفسك على بني ادم ما بيقدركش، وما تضيعش وقتك على واحد والله العظيم لو لا اقرب مصلحه هيدوس عليك. في ناس في حياتنا كتير قوي ما بتحبش غير نفسها، يجي عليك ويبقى قاصد ويدور على نفسه، وحتى لو اتضرر فيك هيعود عليه بالنفع هيعمله لانه هو بيستمتع بكده. طفيليات موجودة في حياتنا كل هدفها انها تاخد كل حاجة. فيا ابني اوعى تستنى بني ادم اناني انه في يوم من يوم يعمل لك حاجة، وافتكر دايما ده اناني ما بيحبش غير نفسه. وصدقني ممكن في وقت من الاوقات يبقى عليك النصيحة ليه، بس في وقت تاني انت لازم تقول له باي باي. حياتي ما فيهاش مكان لواحد زيك، ما فيهاش مكان لواحد اديله واستنى يديني واتفاجئ انه بيدوس عليا. انصح يا ابني، مش كل بني ادم يخش حياتك. البني ادم الكويس واللي يشيلك على الراس الحياة مفتحاله، لكن البني ادم الاناني لا، مع السلامة، مالكش مكان في حياتك.